عليكم. هعمل النهارده معاكم. انا هعمل كشري. طبعا انا عملت معاكم تقريبا مرتين كشري في القناه بتاعتي. بس عايزه اعمل معاكم حاجه انا ما عملتهاش، ما صورتهاش يعني قبل كده في الفيديو الكشري، اللي هو العيش اللي بيتقدم في المحلات بتاعه الكشري. ده طبعا اللي هو بيبقى عيش شامي. انت بتجيبيه وبتقطعيه نص، والنص بتقطعيه ربع، يعني بتقطعيه 4/4 بالطريقه دي. والزيت اللي انت عملتي فيه، اللي حمرتي فيه البصل بتاع الكشري ده، بتصفيه في مصفى او في صينيه، بتصفيه يعني في صينيه، وبتبتدي تحمريه. بس خلي بالك ان العيش ده ما بياخدش سوا، يعني اول بس ما بتحطيه في الزيت بتبص تلاقيه لونه غير على طول. بتبتدي بقى انت تطلعيه في اللحظه دي. واهم حاجه ان يكون الزيت ذات نفسه مطرح التحمير بتاع البصل، عشان يديك الطعم اللي انت بتاكليه في محلات الكشري. انا كده هنا قطعت العيش زي ما انتم ما شايفين اهو، وصفيت الزيت بتاع البصل، تحمير البصل، وهوريه لكم. الزيت اهو اللي انا صفيته. هبتدي بقى، هو سخن كده، هبتدي انا احط العيش. وخلي بالك ان العيش ما بياخدش وقت في التحمير، يعني عينك تبقى عليه كده. هبتدي انا بقى احمره واوريلك في النهايه. وده الشكل النهائي بتاع العيش اللي انا عملته معاكي بتاع محلات الكشري، اللي انتي بتلاقيه كده حطه في ورق فويل ومغلفه، اطباق فويل ومغلفه. ده بقولك طعمه خرافه خرافه خرافه. اتمنى ان انتوا تجربوه. هو مدي على، اقولك احسن كمان من الدوريتوس اللي احنا بنجيبه. وده انتي ضمناه وعاملاه في بيتك، ما فيهوش لا مواد حافظه ولا اي حاجه. التوابل اللي انا حطيتها عليه، عايزه اقولك انا حطيت عليه ملح وكمون، وحطيت من عندي انا كزبره، بتدي طعم وريحه جميله 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 في العيش. وممكن العيش ده انتي بتاكليه مع الكشري، وممكن كمان ان انتي تاكليه بجبنه، يعني اي نوع جبنه عندك انتي بتاكليه بيها بيبقى جميل. يعني هو يشبه هقولك العيش البوري كمان. يعني ده العيش البوري انت طبعا بتعجنيه في بيتك وكده، لا ده بيبقى جاهز، انت بتقطعيه وبتحمريه في الزيت بتاع البصل عشان يدي طعم كمان احسن. وعايزه تعمليه من غير اللي هو الزيت، من غير تحمير البصل، زيت عادي ممكن. ده اللي هو ممكن انت تاكلي بيه جبنه يعني. واتمنى ان الفيديو بتاعي ده يعجبكم، وتكونوا بتجربوا الطرق بتاعتي. ومتشكره قوي لدعمكم لقناتي بيت العيله، والف شكر لكم. شكرا.